جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اسهل مادلين اولا كيك كيجيو ساهلين وبمكونات بسيطه وفي اي متوفرين في اي دار. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو رائعين وكيجيو مفشفشين. ندوزو للمقادير، نبداو على بركه الله. عندي هنايا سكر سنيده اللي غادي نحتاج منه 3 المعالق كبار. عندي الدقيق 150 غرام اولا كاس ونصف ديال العنبه. عندي نقاص بامكانك ديري حتى التفاح اولا اللي متوفر عندك في الدار. الكركاع مكنحتاجوش كميه كبيره. بيضه، خماره ديال الحلوى من فئه 7 غرام. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القشور الحامض، وبامكانك ديري حتى قشور الليمون اولا الفاني. الحليب اللي غادي نحتاج منه نصف كاس، والزيت 3 المعالق. ندوزو لطريقه التحضير. نبداو بسم الله. غادي نهرس واحد البيضه اللي تكون بدرجه حراره المنزل المطبخ. غادي نضيف ليها قشور ديال الحامض و3 المعالق ديال السكر سنيده. بامكانكم تضيفوا اكثر من 3 اولا تنقصوا، ولكن 3 انا كيجيوني هما هادوك ما حلوينش بزاف وكيجيو مزيانين. غنخلطوا مزيان حتى يذوب لينا غير السكر. راه كيجيو ساهلين وماشي مكلفين، يعني بمكونات بساطين بزاف. غادي نضيف هنايا 3 المعالق ديال الزيت. ديروهم لوليدات صغارين في الكوتي اولا في الفطور اللي ما كيقدرش في الصباح يفطر. كيجيو زوينين وساهلين. غادي نخلط ندمج السكر مع الزيت والبيض. ونضيف الحليب حتى هو يكون بدرجه حراره المطبخ. هنايا غندير انايا تقريبا غنفوت نصف كاس، لحقاش هذا ما كيهز قل من كاس العنبه، داكشي علاش. اما الا عبرتي بكاس ديال العنبه ديري نصف كاس بالضبط. صافي غادي نخلط. ونضيف الدقيق، غنضيفو على 2 دفعات. غندير شويه في الاول ونخلط وندير الخماره. نخلطهم وندمج مع بعضياتهم. وغنضيف الدقيق اللي بقى 150 غرام ديال الدقيق بالضبط، كاس ونص. انا نخلط هنا وغيبان لكم القوام بدا كيتقال نتوما شفتوا. وغنكون في هذا الوقيته انا قبل درت واحد الكاسرونه فيها الماء يغلي. خصني ضروري نضيف واحد 4 كاس ديال الماء يكون غالي مزيان. هنا غنزيد 4 نقيطات ديال الخل اولا نصف ملعقه صغيره ديال الخل. ونكون درت الفران من قبل كيسخن على 200 درجه الفوق والتحت. ها هو الماء غنضيفو يكون طايب. صافي غنخلط وغنخليها جنب. هانتوما كيجي القوام ديالو بحال ديال الكيك، شفتوا. خلطت مزيان تندمجو. وغادي ناخذ داك البعويد اولا النقاز غادي نقشرو وغادي نحكو في الحكاكه الغليظه. بامكانكم تضيفوا التفاح اولا مثلا زبيب اولا اللوز، الشوكولا اللي كيبغيو وليداتكم واللي متوفر عندك في الدار. انا ضفت ليه هنايا شويه ديال السكر سنيده باش يجي شويه معسل. راني غنخلي لكم هذا التصاور ديال مصوبين بالشوكولا والزبيب ووحده مصوبه بالتفاح والكركاع حتى هي. انا هنايا شديت هاد القوالب دهنتهم بالزبده ودرت لهم الدقيق. حتى الا كان عندكم القوالب ديال الكاب كيك حتى هما كيجيو فيهم زوينين. دهنهم حتى هما غير بالزبده وديروا لهم الطحين صافي وطيبوهم فيهم راه كيجيو ساهلين. انا غنوزع القوام اللي عندي هنايا صافي وغنضيف ليه النقاص بالتساوي.
ساهلين وكيجيو زويونين. ما تنسوش تدعمونا وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومع العائله ديالكم، ولي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين، راه بهم باش كنزيدو لقدام وكنزيدو نعطيكم كتار. هنا ها هما طابو، خداو تقريبا واحد ربع ساعه ديال الطياب، ما كاملاش. صافي غندهنوهم هنايا بالناباج اولا بالكونفيتور ديال المشماش اللي عندكم. دهنتهم هنايا وغادي نحيدهم القوالب ديالهم. دهنوهم يكونوا سخونين، ضروري يكونوا سخونين باش كيشد فيهم داك الناباج وكيشربوه شويه، اولا الكونفيتور اللي متوفر عندكم. تقدروا تخليهم هكذاك بلا ما تدهنوهم. شفتوا كيجيو زوينين، كيجيو في المنظر زوينين، وحتى في ماشي مكلفين في الثمن، يعني ساهلين. انا عندي هادو ديال لي طارطوليت هما اللي درتهم فيهم، كيديمولاو عندهم فروق داك القالب ديالهم. صافي من بعد غنديمو ليهم كاملين بيهم، نحطهم سخونين باش ما يبقاوش لاصقين لي في المول. ونقدموهم بالصحه والراحه في الكوتي اولا في الفطور، كيجيو زوينين وساهلين. ايوا هانتوما هما كيف ما كتشوفوا، هما جاو غزالين، وفي المنظر شفتو كيجيو مفشفشين، كيجيو كيك بحال الكيك مادلين، كيجيو رائعين. هما هادو بالشوكولا والزبيب، شتي راه درتهم في المول ديال الكاب كيك. ونخليكم على خير، تهلاو في راسكم، وحتى الفيديو جديد ان شاء الله.